السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض مسألة رقم 30 من ديلي تشالنج ليت كود. حابب اقول عاش بجد لاي حد فيكم بيتفرج علينا كل يوم وبيحاول كل يوم يحل مسألة. سو براود اوف يو. انت النهارده بتحتفل ان انت ليك 30 يوم كونسيستنسي على الموقع. فصدقني هتلاقي البرفورمانس بتاعك اتحسن جدا، هتلاقي نفسك تعرضت لكميه افكار لذيذه جدا، وبتنمي نفسك كل يوم في البروبلم سولفينج. فعاش ليك بجد يا بطل. تعال نشوف مسألة النهاردة. مسألة النهاردة اسمها sort array by increasing frequency. المسألة باختصار بيقولك ان هو هيديك array وعاوزك تعمل لها sort بطريقة معينة. السورت ده بطريقة معينة يعني ايه؟ يعني بيقولك الكرايتيريا بتاعتي كالتالي: انا عاوزك تعمل لهم increasing order للفريكونسي بتاعتهم، مش increasing order بالفاليو. يعني increasing order بالفاليو يبقى واحد واحد اتنين اتنين تلاتة واربعة خمسة ستة وهكذا، تمام. لكن لا، هو قال لك بص، هو ادالك اصلا سورت ده انكريزنج. قال لك ايه؟ قال لك انا عاوزك تعمل لها سورتنج بالنسبه للفريكونسي. الفريكونسي اللي هو ايه؟ عدد التكرارات. خلاص يا عم، تعال نشوف كده. الواحد مكرر مرتين، الاثنين مكرره ثلاث مرات، والثلاثه مكرره مره. عايزهم انكريزنج. يبقى هات الثلاثه دي في الاول اهو. بعد كده الواحد عشان الواحد ده مكرر مرتين، بعد كده الاثنين عشان دي مكرره ثلاث مرات. تمام يا كوتش. طيب تعال نشوف الحته التانيه. بيقول لك هنا مثلا السامبل التاني بيقول لك ان اتنين، بعد كده تلاتة، بعد كده واحد، كده تلاتة، وكده اتنين. تبص كده تلاقي، بص ان انت عندك الاتنين مكررة مرتين، وعندك تلاتة مكررة تلات مرات. اجيب لك مين يا كوتش؟ تحب اللي بالمانجا ولا اللي بالفراولة؟ اقول لك حبيب قلبي، بص كده كمل المسألة. بيقول لك in case if multiple value have the same frequency sort them in decreasing order. فبيقول لك في حالة ان هو حصل ماتش ما بين الفريكونسيز وبعضها، لو سمحت اعمل لهم سورتنج بالديكريزنج اوردر بقى. ديكريزنج يعني هات الكبير الاول بعد كده الصغير. تعالى كده نبص، لان طب التلاتة بتماتش مع الاتنين في الفريكونسي. طب مين اكبر، التلاتة ولا الاتنين؟ لا والله التلاتة. فالتلاتة دي هتبقى ايه البريوريتي بتاعتها اول؟ تقول لي كوتش اصلا الراجل ده جاب واحد. اقول لك حبيب قلبي، ما هو الواحد ليه الفيرست بريوريتي؟ لان هو اقل فريكونسي واحد. بعدين لما نيجي نبص نلاقي ان عندنا تلاتين واتنينتين، ناخد مين؟ ناخد الفاليو الاكبر، التلاتة الاول بعد كده الاتنينتين. اوكي يا كوتش، تمام، وصلت. طيب بالنسبه بقى للسامبل التالت، هتلاقي ان السامبل التالت نفس الحكايه بس في ارقام بالنيجاتيف. تقول لي طب وانا هعمل فريكونسي الارقام بالنيجاتيف ازاي يا كوتش؟ يعني انا الفريكونسي بتاعتي مع الارقام اللي بالنيجاتيف دي ممكن تعمل لي مشكله، صح؟ اقول لك صح. احد الحلول ان احنا ممكن نستخدم ماب، والماب هتعرف تجيب لك الفريكونسي بتاعت الارقام اللي بالنيجاتيف عادي جدا، مفيش اي مشكله. تقول لي طيب في حلول تانية يا كوتش؟ اقول لك في حل كده تكنيك لذيذ جدا انا بحبه. ان انت طالما رينج الارقام دوبل معاك، ما تستخدمش ماب اللي هي هتاخد منك اوردر لوج ان في الاكسسنج. ممكن تعمل شيفتنج للفاليوز دي كلها. يعني ايه اعمل شيفتنج يا كوتش الفاليوز دي كلها؟ يعني باختصار، بدل ما الفاليوز كلها بتبدا من نيجاتيف 100 وتنتهي ببوزيتيف 100، خليهم كلهم اي فاليو تدخل لك زود عليها 100 اللي هي الفاليو اللي بالبوزيتيف الكبيره دي. وبعدين هتلاقي ان رينج الارقام حصل له شفلنج، بقت من زيرو لبوزيتيف 200. تقول لي ولما اجي اطبع اطرح تاني ال 100 اللي انا زودتها، يبقى انا اي فاليو هتدخل لي هزود لها 100، ولما اجي اطبع اطرح 100 تاني اللي انا زودتها من كل فاليو. فبالتالي انا كده شغلت دماغي عليه، استخدمت الفريكونسي باسرع طريقه ممكنه كاكسسنج، وفي نفس الوقت الارقام اللي بالنيجاتيف هندلتها. تقول لي والله دي حركة لذيذة جدا والله يا كوتش، يعني شكرا جدا. بس برضو يعني عشان نكون صراحة، هتلاقي ان ده هياخد منك شوية وقت ان انت ايه تعمل لوب في الاول تزود عليهم، وبعد كده تعمل لوب في الاخر تماينس منهم، وجوه او ما بينهم هتعمل السوليوشن بتاعك. طب في حل تالت؟ في حل تالت. ايه يا كوتش الحل التالت؟ ان انت ممكن تستخدم ان اوردرد ماب. الان اوردرد ماب هتستخدم كونست تايم اللي هو جاست تايم الهاشنج. تقول لي طيب الان اوردرد ماب هتساعدنا في الحوار ده جدا. تعالى كده نشوف. نعمل ان اوردرد اندرسكور ماب، واديله انتجر وانتجر، واقول له ايه؟ ماب، او سميها فريك مثلا في الحاله دي. وبعد كده هنلوب عليهم، هلوب على النمز، ونقول له خلي الفريك بتاعه الاي تي بلس بلس. انا كده عملت ايه يا كوتش؟ انا كده جاست بس جبت الفريكونسيز. عاوزك قبل ما اكمل الفيديو، عاوزك حبيب قلبي زي الشاطر توقف الفيديو كده وتشوف دلوقتي وزن الهنت اللي انت خدته ازاي ممكن سورت بالكرايتيريا اللي هو قال لك عليها. واذا هنت لو انت محتاج كمان هنت، اتفرج على الفيديو بتاع الحلقه اللي فاتت، هيفرق معاك جدا وهيعرفك ازاي ممكن نعمل ده، عشان احنا اوريدي عملنا ده المره اللي فاتت.
اوكي، اتمنى ان انت تكون حاولت على الاقل. فتعالى مع بعض نفكر في حل مسألة. دايما لما حد يقول لك احنا عاوزين نعمل سورت بطريقة معينة، استخدم الفانكشن السورت العادية اللي هي تبع الميرج سورت. بس كل الفرق ان انت مش هتسيب السورت دي على كده، امال هنضيف لها الكومبير فانكشن بتاعتها بطريقة اللامدا فانكشن اللي احنا اتعلمناها. تقول لي انا ايه ده، انا اتعلمت منك ده؟ ما انا ما شفتكش انا اصلا، انت مين؟ اقول لك بص، تعالى كده نشوف الموضوع. احنا عادي في السورت بنعمل نمز دوت بيجن صح، ونمز دوت اند صح يا كوتش؟ تقول لي صح زي الفل. بعدين انا اقول لك دلوقتي انت لو سكت هو هيسورتهم عادي، هيسرططهم بالطريقه الطبيعيه اللي هو 1 2 3 4 5. تقول لي اه صح انا فاهم ده. اقول لك بص، لو انت جيت هنا عملت كوما قلت له بص انا هديك حاجه كمان تسورته بناء عليها، وتفتح قوسين وكانك بتكتب فانكشن عاديه جدا اللي هم ايه بقى، قول له انتجر اي وبي مثلا، او الفاليو الاولى والفاليو الثانيه، واعمل 2 كيلي براكتس واكتب البادي بتاع الفانكشن بتاعتك. طب والبادي بتاع الفانكشن بتاعتي دي بينيل ايه يا كوتش؟ عشان يعني لو نكون فاهمين بقى، يعني ما كفايه بصمجه بقى، عايز ابقى فاهم. اقول لك بص، هو مش الراجل ده قال لك ان انا عاوزك تصورتهم بناء على الفاليو الاكبر؟ يعني انت عايز تشوف مين الفاليو الاكبر، وتقول ان انا والله الفريكونسي بتاعها كبير دي تبقى في الاخر، والفريكونسي بتاعها اقل يبقى في الاول. يعني انت عايزني اجيب الفريكونسي بتاعت الاول والفريكونسي بتاعت التاني واقارن واشوف وبناء عليه اعمل سورتنج؟ اقول لك اه. طب خد بالك من حاجه، ايه بقى الحاجه دي يا كوتش؟ قالك ان في حاله الماتشنج، برضو في حاله الماتشنج فانا عاوزك تريتيرن او تعمل لهم سورتنج بالديكريزنج اوردر. اول ما تلاقي ان انت داخل في حاله ماتشنج، خد حاله الماتشنج دي في الاول. ليه؟ علشان تخلص منها، لان حاله الماتشنج دي ممكن تدخلك في سايكل مش لطيفه. والكومبير فانكشن من الحاجات اللي انت لو ما كتبتهاش صح وكل كيس بتريتيرن ليها فاليو صح، هتدخل في ران تايم مش هتطلع منه، هتدخل في لوب لذيذ مفيش ألذ من كده. تمام؟ تقول لي اه، يعني انا في الاول اساله سؤال كده، هل الفريكونسي بتاعت الاي ايكوال بي؟ طب يا كوتش ممكن بعد اذنك تقول لي مين اي وبي دي عشان انا مش فاهم برضو؟ اقول لك بص حبيب قلبي، الاي والبي في الحاله بتاعتنا هما ارقام موجوده جوه النمبرز. يعني هما دول ارقام جوه النمبرز اري. اقول لك اه، اي رقمين هو بيمسك رقمين عشان دي كسورت هي نوع من انواع الميرج سورت. والميرج سورت لو مش متذكر معايا قلنا ان التايم بتاعها ان لوج ان، وليها تكنيك لذيذ جدا، هحاول اسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن فخد لفه. اوكي طيب ماشي كوتش، يعني هو بياخد رقمين ويجيب الفاليوز بتاعتهم. طيب هو انا اسالك سؤال، لو حصل multiple values have the same frequency، اهو اعتبر ان دول multiple values have the same frequency، نعمل ايه؟ قالك اعمل لهم sorting بالديكريزنج اوردر. اقول له بص احنا عاوزين الكبير يكون في الاول. الكبير يكون في الاول يعني ايه؟ يعني الايه لو هي اكبر من البي ريتيرن ترو. بص كده اهو، او ممكن تعملها كده مره واحده، ريتيرن الايه اكبر من البي. ايه الكلام ده يا كوتش؟ ايه الحركات الجامده دي؟ عجبتني الصراحه. اقول لك بص، هنا معناه ان انا بقول له لو انت لقيت ان دول بيماتشوا في الفريكونسي، لو سمحت بعد اذنك شوف لي لازم تكون الاي اكبر من البي. لو الاي مش اكبر من البي ما تعملش الترتيب ده خلاص. فلازم تجيب لي قيمه الاي تكون اكبر من البي. هو الراجل بيدخل يتشقلب وبيتريترن ترو فولس بناء على القيم اللي معاه. لو هنا معاه مثلا 5 وهنا معاه 6، تمام، والخمسه والسته ليهم نفس الفريكونسي، ولنفرض 7، الاثنين ليهم مكررين 7 مرات، فهو يبدا يقارن هل الخمسه اكبر من السته؟ لا. فهقول لك الترتيب ده مش صح، روح اعكسهم بقى مع بعض وروح قارن فاليوز تانية بفاليوز تانية. تقول لي اه طيب، في حد لو ما حصلش ماتشنج سهله، اعمل برضو نفس الريتيرن، قول له نفس الريتيرن، بس لو سمحت خلي الفريكونسي بتاعت الايه مالها بقى المره دي. بص قال لك انكريزنج، هتعملها لك بولد اهو. فبما ان هو قال لك انكريزنج، فتقول ان الفريكونسي بتاعت الايه اصغر من الفريكونسي بتاعت البي. بس كده بس كده. وليه ما تنساش السيمي كولون في اخر السورت بتاعتك عشان الكود يشتغل. قول له لو سمحت ريتيرن النمبرز. بس كده يا كوتش الكود خلص. الكود خلص كده يا كوتش. طب تعالى كده نرن نشوف الكلام ده، يمكن يطلع غلط او كوتش بيهبط او يلبس رونج ولا حاجه بيضحك علينا. بص لان هو عدى من السامبلز كلها. وتعالى نعمل سبميت برضو، نكون فاكرني بشتغلك او بضحك عليك، حقك حبيب قلبي. فهتلاقي فعلا ان لا السوليوشن ده تمام، عدى. هو بيت 7% من كل الحلول. وخليني اقول لك ليه كمان شويه. بس تعالى كده نحسب البرفورمانس بتاعنا يعني بالمره. هو احنا خدنا قد ايه تايم؟ التايم بتاع الكود بتاعنا ده قد ايه؟ والله انا كتايم هنا اوردر ان لينير، وهنا كسورت دي بتشتغل قلنا اوردر ان لوج ان. تقول لي تمام فهمت. الفكره فين؟
احنا طيب كسبيس خدنا قد ايه؟ احنا ما عرفناش غير الان اوردرد ماب دي بالنسبه لنا، ودي تعتبر اوردر ان. فاحنا كده السوليوشن بتاعنا اوردر قد ايه؟ اوردر ان لوج ان كسوليوشن. تمام. تقول لي ماشي، طب ليه برضو 7% كنتش مش حلوه والله يعني زعلان. اقول لك ينفع نصورته بطريقه تاني، ينفع نصورته بطريقه تاني. وده السؤال اللي هنسيبه لك عشان تفكر فيه شويه. هل ممكن نعمل حاجه نوبتمايز بيها السوليوشن ده بحيث ان احنا نعلي الران تايم؟ اتمنى لو لقيت الحاجه دي سيبها لنا تحت في الكومنتس، وما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وشير. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.